رسميا خروج منتخب تونس من كاس العالم بسبب تعنت كبير قوي للمدرب جلال قدري. حرفيا انك تكون داخل مباراة في كاس عالم ضد منتخب قوي بدنيا ومنتخب منظم تكتيكيا خسران فيها شوط كامل، فانت ما تقدرش تعوض مهما كان قوة منتخبك، لانك ما بتلعبش في بطولة ماتش ودي، ده انت بتلعب في بطولة كاس عالم. يعني كل منتخب منازل من بداية المباراة مركز 100%. لكن انك تنزل مباراة ضد منتخب استراليا القوي بدنيا وتكتيكيا خسران معركة نص الملعب، فانت حرفيا قتلت منتخب تونس من بدايه المباراه. الاداء الكبير جدا اللي شفناه لمنتخب تونس في مباراه الدنمارك والزياده العدديه في نص الملعب والتكتيك والروح كان مخلي المنتخب التونسي شكل كبير. لكن انك تنزل في اهم مباراه عندك في دور المجموعات ومحتاج الفوز فيها علشان تقدر تبني امالك او علشان تقدر انك انت تصعد لدور ال 16، تنزل تقلب فيها خطتك وتلعب بخمس مدافعين من غير حتى ما يكون اللعيبه عندها مرونه تكتيكيه ان هي تعمل الزياده العدديه في نص الملعب علشان تقدر ان هي تتفوق على نص ملعب منتخب استراليا. ولما منتخب استراليا تفوق عليك في نص ملعبك وكان عندك فجوه كبيره جدا في نص الملعب، قدر منتخب استراليا يلعب اللعبه الوحيده التكتيكيه اللي بيقدر ان هو يلعبها وهي العرضيات، وقدر فيها ان هو يسجل في الشوط الاول هدف، وطبعا كان هدف الفوز. لو رجعت لعب منتخب استراليا ان كان في تصفيات كاس عالم او حتى في المباراه اللي لعبها قدام منتخب فرنسا، فكان تفوقه الوحيد في مساله العرضيات، وكان قوته الوحيده في الدفاع هي انه ما فيش اي عرضيات بتقدر ان هي تعدي على خط دفاعه او العمق عنده بسبب طول القامه والعامل البدني الكبير جدا لمنتخب استراليا. لكن طبعا تبديله فرجاني ساسي في الشوط الثاني تداركت بقى الموقف وقدرت انك انت تعمل زياده عدديه عندك في نص الملعب خلت لمنتخب تونس شكل. لكن الزياده العدديه مع تعنت كبير جدا في التكتيك ما خلتش اي فرص خطيره لمنتخب تونس غير اللهم فرصتين ما قدرش ان هم يتصرف فيهم يوسف المساكني. صح انك تنزل الشوط الثاني باداء وشكل وروح مغاير جدا للشوط الاول، لكن تفضل معتمد على الحاجه الوحيده اللي انت لعبتها في الشوط الاول وما استفدتش بيها نهائي وهي العرضيات ضد منتخب بيتميز بطول القامه والدفاع المتكتل، وبرضه مستمر انك انت تلعب عرضيات. فانا مش لاقي لك اي عذر او لاقي لك اي تفسير في ظل الاداء الكبير قوي اللي بيقدمه سيف الجزيري. لعبت عليه طه ياسين خنيس، تبديلات كارثيه، خسران شوط اول، خسران ثنائيات، تكتل دفاعي مش قادر يتفك. ما فكرتش خالص ان انت تلعب بمرونه تكتيكيه انك تحاول تعدل شكل المنتخب وعلى الاقل خالص تدي تعليمات للاعيبه ان هي تبدا تسدد، لان حرفيا العرضيات ما بتشكلش اي خطوره على منتخب استراليا بسبب التفوق الكبير ليهم. ما هو مش قران او كيمياء مش هينفع ان انت تعدل فيها، بالعكس ده انت لما بتلاقي منتخب قدامك بيلعب بالشكل ده وبالاداء ده وبالروح دي بتبقى محتاج انك انت تتعامل معاه بمرونه تكتيكيه، مش بتعنت وانا لازم بلعب عرضيات والعب 50 عرضيه علشان احاول ان انا اسجل منهم جول وما استفدش بيهم. مفيش ولا لاعب عندك فكر ان هو يسدد، ويوم ما تفكر تسدد تسديده واحده بس في طول المباراه او تسديدتين، على اي اساس تغير شكل المنتخب للاسوء في اهم مباراه في دور المجموعات ومحتاج ان انت تكسب فيها. لكن طبعا هارد لك لمنتخبنا العربي تونس خروجه من كاس العالم للاسف بسبب تعنت المدرب والشكل التكتيكي الساذج اللي كان بيلعب بيه. وطبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.